مرحبا حبايب، وعيدكم مبارك وأيامكم سعيدة، وكل عام وأنتم بألف خير وإن شاء الله من عواده. جبت لكم وصفة اليوم كباب وعالسريع وكباب شوي. إن شاء الله وصفة تعجبكم. استخدمت أني اللحم هنا، لحم العجل ويا قليل من الغنم ويا لية الغنم. هنا نشوف اللحم، أني أفرزنه. هنا عندي هذا الخشن وهذا عندي الناعم. أنا راح أستخدم اللي ناعم ثارمته بالمثرامة. طبعا أجيب كمية وأثرمها وأفرزها بالفريزر وأستخدمها. كل هاي قطعة أستخدمها نص كيلو. هنا أني طلعت كيلو قطعتين. وهنا عندي بقسماط، أو عندي صمون يابس العفو صمون يابس وتطحنيه وتستخدميه، وراس بصل صغير ورشة ملح بس. هنا راح أبدي أجمع اللحم أضيفه. قلت لكم اللحم هنا أنا مرتين ثارمته. إن شاء الله يعني نزلكم عندي المثرام والكهربائي يستخدمها هم الطريقة. وخليت وياها ليه مالت غنم. لازم ليه، لأن لازم الكباب الشوي على الفحم لازم يكون يعني دهين شوية. فتحبين تستخدمي نفس الطريقة بالفرن مالتك أم يصير عادي تشوية مديه بالصينية شي وتخليه همين ينشوى عادي، ماكو إشكال. أنا اليوم راح أستخدم الفحم. راس بصل صغير شوية برشة على مود الطعم، حبرشه كله ناعم وأضيفنه. اللحم مالتي ناشف ما بي أي مي. البصل عادي ما بي ذاك يعني المي قوي القسم يبرشوا وينشفوا، لا ما بي أي إشكال. قلت لكم على السريع مثلا مستعجلة، طالعة انتي تعيدين وحبيتي ترجعين وقت الأكل، بس تطلعين اللحم تخليه وترجعين بساعة تبرشين عليه البصل وتضيفين شوية ملح، يعني الملح الكمية اللي انتي تستخدميها. عندي هسه راح أضيف البقسماط قد يعني الكيلو ملعقتين أكل. أنا هسه الكمية ما راح أضيفها كلها الملعقتين كبار، راح أضيف تقريبا ملعقة ونص، ملعقتين يعني مو ترس، المهم قليل، ما راح أضيف هواية. ليش أضيفه؟ أضيفه لأن عندي اللحم هنا كلش بيدهينه، يعني ليه هواي بيه، صحيح تنطي طعم وهاي، فللاحتياط حتى ما تفك عندي فأضيف لها شوية مجرد للتماسك حتى تتماسك اللحم يتماسك. العجين مو مثل العجين، وإنما مجرد يعني تفتتيه للحم على مود ينجمع عندك، مجرد ياخذ المواد كلها يعني تنجمع، الملح وشوية البصل. وبعدين أجمعه وأخليه. العجن قلت لكم شوفوا يعني مجرد أفتت اللحم فأشوف أنه يعني يتماسك وياي. اللحم مالته كلش حلو والطريقة حلوة. أنا هنا اللحم أشطفه قبل لا أثرمه، أغسله وأنشفه من المي، يلا بعدين أثرمه. بعدها ما حاجة أغسله لين حتى الكباب ما ينشف عندي. خليته بالثلاجة ترتاح. من لما أبدي أبلش بالزلاطة راح أسوي باذنجانية ويا الكباب، باذنجان وطماطة وفلفل لونين أو لون وبصل وخيار. هاي كلها راح أبدي أقطعها وأغسلها. هاي الفلفل عندي أخضر وعندي أحمر، والطماطة والباذنجان قلت لكم هاي كلها راح أقطعها. بس الباذنجان عندي حقطع شرائح. وأبلش بالتقلاه مالته، يعني بس الباذنجان حقليه بالزيت وأنشفه بورق الزبدة، يلا بعدين أبدي أستخدمه. انتي اي مقبلات تحبين ويا الكباب تصير كلش طيبة. على السريع شفت مثل ما الكباب شوي تماسك عندي بالثلاجة، لازم يتخلى بالثلاجة يعني ربع ساعة نص ساعة حسب الوقت. أنا بعد عندي وقت فقلت أخليه بالثلاجة أكثر من ساعة بقى. لما أكمل الزلاطة وأتبلها أخليها بالثلاجة، بعدين أبلش بالكباب أشوي. هنا الباذنجان راح تكون شرائح، لا كلش صغار ولا كلش كبار، يعني وسط تقريبا. الباذنجان شرحتها تقريبا 3 أو 4 شرائح، وبعدين أبلش أقطعها. هاي كلها راح أغسله أنشفه وأرش شوية ملح يذب المي مالته، وبعدين أقليها. هنا كملت. هسه راح أبلش أقطع البصل والطماطة والفلفل والخيار، كلها قطع
مكعبات متساوية كلها قطعتها. ما ردت الفيديو يطول عليكم. ماكو أحد ما يعرف يقطعها، كلها قطعتها. البصل شرائح كلش ناعمة سويتها. الخيار مثل قطع الباذنجان. الطماطة هاي الباذنجان قليته هنا وخليته ينشف من الزيت، ما نحبي زيوت. اكو قسم يعني يقلون البصل ويقلون الباذنجان، لا هذا اكبر غلط، يكون بيه دهون هواية. انت يعني قبل يعني من الصبح اذا مثل للغداء اذا للعشاء من وقت تضيفي له المواد وتخليه بالثلاجة، راح ياخذ التتبيلة كلها راح تذبل بالتتبيلة. راح اضيفنها وراح اخلي شوية كمون وملح. هسه راح ابدي انزل المواد واقول لكم ايش راح نضيف الاضافات الثانية. هاي الخيار شوف القطع مالته. الطماطة هم شرائح سويتها يعني مثل الخيار. التقطيع انتم حسب الرغبة، حسب الرغبة، بس المهم يعني ما تكون كلش ناعمة، لا يعني وسط، لا خشنة ولا ناعمة. هسه رشة الملح نضيفها على الزلاطة، هاي اختياري انت ايش قد تحبين تضيفين الملح. هنا رشة كمون شوية تنطي نكهة كلش طيبة، طبعا للزلاطة الكمون ينطي نكهة كلش طيبة. هنا أنا راح أضيف شوية شطة. الشطة بالثوم عندي هاي كلش طعمها كلش طيب بالثوم، تنطي طعم طيب للأكل أو للزلاطة. حسب الرغبة، ما تحبون شطة تحبون تضيفون. طبعا هاي الشطة عندي حموضة بثوم وحرورة كلش طيبة. هنا دبس الرمان الكمية همين، هاي كلها هنا ما بيها مقادير، حسب انت الرغبة، كل ما تضيفين تحسين شنو طعمها تحبين تضيفين. هاي عندي هنا الكاتشب، اني استخدم الوافي الدبة الكبيرة. هنا من بعد ما ضفت الشطة والدبس الرمان ضفت الكاتشب. هنا من بعد ما راح اجمع المواد راح اشوف الكمية الكاتشب تكفي او اضيف بعد. طبعا راح تكون بعد اضافات راح اضيفن. الكاتشب لازم ازيده شوية لان احنا نحب كاتشب زايد. هنا راح اجمع المواد كلها اخليها تتلابس وبعدين اضيفنها، اغلفها واخليها بالثلاجة تاخذ التتبيلة براحتها. طبعا راح تبقى تقريبا اكثر من ساعتين بالثلاجة عندي. هي كل ما تتأخر تصير طعمها أطيب. أكو يضيفون الليمندوزي أو يسموه حب هو الليمندوزي أو عصرة ليمون، هاي اختياري، انتو إذا تحبيتوها حامضة ضيفون عليها. يسموه ملح الليمون، أكو بعض الأشخاص يسموه ملح الليمون. هنا خليته بالثلاجة. راح أبدي أحضر الكباب مالتي. هنا البصل الطماطة شيشتن خليتن. عندي هذا البصل اللي راح أحضره أتبله بالسماق، وراح أخليه هاي الفرشة اللي راح تكون جوا الكباب، فراح أضيفن عليه سماق. هذا السماق طبعا أنا طاحنته بالبيت، جبته حب من ريحة الشمال فجبته واستخدمه دائما. أطحن طبعا ما أطحن هواية، أطحن كلش كمية قليلة على يعني قد استخدام مرة أو مرتين استخدمه، وبعدين كل ما أريد أطحن من عنده، تكون نكهته كلش طيبة. حموضته النكهة مالته حتى ما تروح، حتى ريحة السماق بريحة كلش طيبة إذا جبتوه يعني فريش أو تازة. شوفوا اللون مالته. طبعا من تشوفون الحب مالته الحباية تكون جوزية، مو هذا اللون أحمر، بس من ينطحن أو يتكسر فتكون اللون مالته كلش حلو أحمر. طبعا أول ما جبته حتى الحبة مالته كان بلون أخضر، كان جديد، فبعدين أخذ لون، كل ما يبقى عندي أخذ لون. حضرت القالب، اليوم راح أستخدم القالب مالت الكباب. عجين مالتي طلعته من الثلاجة اللحم، وراح أبلش إن شاء الله أبدي أشيش بالكباب. المي أنا مي راح أخليه يمي، بس راح أضيف قليل يعني سودة، يعني هيك ربع الخاشوقة مالت الشاي، مجرد تقريبا بنص غلاس مالت مي، مجرد أبلل إيدي بيه. هذا راح شوي يخلي اللحم يتماسك، ما يوقع عندك على الفحم، لأن قلت لكم اللحم اليوم أنا عندي شوية يعني دهين بهواية
اللي نحبه لأن يكون طري ويتفتت. تقدرون بإيدكم مجرد مع العجينة شلون متماسكة وحلوة، تقدرون بإيدكم مجرد وصفتوها تردون بالقالب مالت الكباب. طبعا القالب متواجد بكثرة بالأسواق وأسعاره كلش مناسبة ورخيصة، أعتقد مو غالي. يعني ينطي شكل كلش حلو، وحتى ما تعرف الشي أنا أقدر بإيدي هم أشيل، بس كمنظر يعني ينطي منظر كلش حلو للشيش مالت الكباب. هنا راح أبدي أكبسه. كبسته سهلة، شقد ما تضغطين عليه عادي ماكو إشكال. أستخدم النايلون حتى بسهولة يطلع. شوفوا يعني شقد حلو صار كشكل، ينطي تقاسيم للشيش وينطي يعني مستوى واحد. حبدي أبلش الشيش الثاني. بإيدكم شوية حاولوا يعني تلموها للحم. بعدين أبدي أبلش أمدن العجينة شوية. بللت إيدي. كل ما تكون خفيف اللحم عالشيش أضبط، يعني يستوي عندك استواء كامل. بس إذا خليتي اللحم بكثرة أكثر فحيوقع عندك على الفحم، حيوقع عندك بأثناء الشوي. تحبون قلت لكم يعني الشيشو وتخلوه بصواني وبالفرن هم كلش حلو. تردون تسحبوه وتضيفوه فوق قطعين طماطة وبصل وبتيته، وتخلون الكباب مالتكم فوقات تمدوه وتذبوه هم يعني تدخلوه للفرن همين. شكله يعني طعمه وشكله هم كلش طيب. بالدهن مالته راح تستوي البتيته والبصل والطماطة وطعمه هم كلش طيب، ياخذ نكهة الدهنة أو اللية مالت اللحم. شوفوا الشكل مالته كلش قد حلو. الحجم انتي تتحكمين بيش قد تردين. الطول مالت انا المنقلة مالتي مو كلش عريضة، فتقريبا هذا الشيش كلش كافي. انا راح اخير شيش راح اسوي وياكم اشيشه، وبعدين حابدي اكمل الباقي واراويكم النتيجة مالتنا. هاي اخير شيش. قلت لكم انتم مش قد تحبون الكمية تضيفون او الطول مالته حسب الرغبة، بس المهم الشيش مالتك ما يكون ثخين، يعني اللحم ما يكون حتى يعني نتيجة الاستواء تكون عندك مضبوطة. هنا حاول اخففه بعد، خففته وهسه راح اكبسه. القالب أنا حيل يعجبني يعني الشغل مالته، لأن الشكل مالته يطلع عندك مضبوط مكبوس. راح أكمل كله إن شاء الله وأرجع لكم. أما بعد ما كملت الكمية ما شاء الله الكيلو انطاني كمية هواية. بس شوية اللون ما أعرف مالت الكاميرا شوية يعني ظلمه، يعني الفيديو كله شوية الألوان مالته. أما بعد ما كملت أنا محضرة المنقلة وحشغل فحماية وحدة حخليها على الطباخ. لا تستخدمون لا نفط لا غاز لا أي شي لا تستخدمون تشغلون الفحم. هاي كلها راح يصير ريحة بالفحم أو بالكباب، فحماية تخلوها على الطباخ تشتغل وبعدين جيبيها تضيفيها والفحم مالت المنقلة. هنا طبعا العصر يعني يريد يصير المغرب بديت بالشوي. قاعدة طبعا هنا الكرسي وقاعدين ومحضرين قورة شاي بعدين بعد الشوي راح نخلي قورة شاي. منظر كلش حلو. الفحم بعد عندي ما هافت كلش، فخليت البصل واللي هنا الطماطة. أريد بعد ما أجمر بديت أضيفين الكباب مالتي. قلت لكم المنقلة مالتي مو كبيرة يعني، فحضيفين وجبة ورا وجبة. ما أخليه يستوي يلا أقلب الشيش، لا مجرد يعني ثواني يعني ياخذ شوي من الحرارة وأرجع أقلب الشيش حتى تضمنين بأن الكباب عندك يستوي وما يوقع عندك. هذا بعد ما كملته. طبعا قلت لكم التصوير هنا الكاميرا حيل ظلمت
يعني الأكلة بصراحة ما أعرف.